أول شيء ألف مبروك التأهل، ودائما يعني المنتخب واللعيبة والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل. هذا أصبح شيء يعني لازم بالنسبة لنا كسعودية وكمنتخب سعودي. لكن أنا عارف مجموعتنا صعبة هالسنة في كأس العالم، فما حد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز. فاللي بيقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة. مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم، ما هو متوقع فوز أو تعادل. اللي نبغاه منكم أنكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي، وإن شاء الله القادم أفضل. فأنا ما أبغى أي أحد يكون تحت ضغط نفسي يمكن يأثر حتى على أدائكم الطبيعي. أمير عبد العزيز، الله يطول عمرك. طال عمرك، أنتم الأساس في الدعم كله طال عمرك، وأتوقع الشباب بيض الوجه في التصفيات وكانوا قد المسؤولية، وإن شاء الله بيكملون هالمسيرة في تمثيل المنتخب في كأس العالم إن شاء الله. وهم وعدوني الله يحييك أنهم بيقدمون أقصى جهدهم أنهم يقدمون شيء يليق بالمملكة. أنا يهمني يستمتعون في هالثلاث مباريات، وهذه فرصتهم الله. بإذن الله إن شاء الله موفقين إن شاء الله، ودعواتنا معكم ونتابع كل شيء إن شاء الله أول بأول.